حياكم الله، مرحبا. جيتكم اليوم بهذا الفيديو على وقع فضيحة كبيرة جدا صنع الاتحاد الافريقي لكرة القدم عند الإعلان عن الثلاثة المرشحين للتتويج بلقب الكرة الذهبية الإفريقية 2023 بعد أيام طويلة وتقريبا أسابيع، والناس تتحدث، الفنيين طبعا والمتتبعين والمحللين يتحدثون عن صراع ثنائي بين رياض محرز الدولي الجزائري لاعب نادي الأهلي السعودي وبين ياسين بونو الحارس الدولي المغربي حارس مرمى نادي الهلال السعودي. كان بينهما الصراع في الأروقة المختلفة سواء في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على مستوى الكاف. المفاجأة اليوم كانت كبيرة جدا. كاف أعلنت عن 3 أسماء لا يوجد من بينها لا رياض محرز ولا ياسين بونو. اوكي، ياسين بونو موجود ضمن قائمة الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة أحسن حارس لسنة 2023 وسيفوز بها بطبيعة الحال، ولكن رياض محرز لم يجد اسمه في قائمة ولا واحد وجد اسمه. وكانت الصدمة الكبيرة جدا، نتكلم على صدمة فنية وصدمة أخلاقية أكثر مما هي صدمة أخرى. صدمة أخلاقية بالدرجة الأولى، لأن رياض محرز ببساطة هو بطل دوري أبطال أوروبا، ببساطة هو بطل إنجلترا، ببساطة هو صاحب كأس الاتحاد الإنجليزي، ببساطة هو ثاني أفضل هداف خلال السنة مع فريقه، ببساطة هو أول أفضل ممرر في سنة 2023. شارك في أكثر من 49 مباراة مع فريقه مانشستر سيتي خلال الموسم. ببساطة لم يخسر مع منتخب بلاده الجزائر، فليس هناك أفضل منه. ولكن الاتحاد الافريقي، نقول الاتحاد الافريقي طبعا لانه قائمه صادره منه، اختار حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، اشرف حكيمي. اختار كذلك اوسيمان المهاجم النيجيري لنادي نابولي الذي فاز بلقب الدوري الايطالي مع نابولي. واختار ايضا محمد صلاح الذي لم يفز باي شيء، وفريقه لم يتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان سيئا. نتكلم على فريق ليفربول، كان سيئا الموسم الماضي. وحنا هنا لما نتكلم على مستوى سنة 2023 ولا نتكلم عن المستوى المطلق للاعب صلاح اللي يبقى واحد من أفضل ما أنجبت الكرة العالمية، مش فقط الكرة العربية ولا الإفريقية. ولكن خلال سنة 2023 صلاح لم يكن صلاح الذي نعرفه. فلذلك استغرب العالم كله من هذا الاختيار. أنا قريت شوية ردود الفعل حتى في أوروبا، كانت ردود الفعل قاسية جدا على الاتحاد الإفريقي، والكثير راحوا يسألون عن المعايير التي يختارها الاتحاد الإفريقي لتسليم جائزة أفضل لاعب. فبحثوا ولم يجدوا المعايير التي اعتمد عليها اليوم. حتى المعايير التي تم على أساسها اختيار هذا الثلاثي أيضا لا يوجد أي معيار تماما. نتكلمش على المستوى والقيمة بالمطلق للاعبين الثلاثة، لكن نتكلم على سنة 2023 والتي ولا واحد يقدر يستحق الجائزة أفضل من رياض محرز، وبدرجة أقل حتى ياسين بونو، لأنه لعب نصف نهائي كأس العالم وفاز بلقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع فريق إشبيليا. لو كان النصيري كنا ممكن نقول موجود في الثلاثة أوكي، لأنه أيضا فاز بلقب الاتحاد الأوروبي كأس الاتحاد الأوروبي مع فريقه إشبيليا، وصل لنصف نهائي كأس العالم مع المنتخب المغربي. إذا كان هذا معيار وهذه نتائج تحسب، فلا يوجد لا نصيري ولا بونو ولا رياض محرز، ويوجد صلاح ويوجد حكيمي أشرف ويوجد كذلك أوسيمان. فأنا لا أذكر بأن الاتحاد الإفريقي استفز الرأي العام بمثل هكذا خيارات، ولا أعتقد بأن الذي اختار سواء كان لجنة أو شخص كان في وعيه يعني، وأخذ بعين الاعتبار المعايير التي المعمول بها على مستوى العالم. بعدين الأدهى والأمر في كل هذا لكي تتأكد بأن الأمر مقصود، حتى قائمة الأندية، هل يعقل أن فريق يفوز بكأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي في سنة 23
لا يوجد في القائمة؟ هل يعقل هذا الفريق لا يوجد في القائمة ولكن مدربه يوجد في قائمة المنافسة على لقب أفضل مدرب في السنة؟ فهذه المعادلة أنا شخصيا لم أفهمها، واللي فهمها يفهمني من فضله بعد ما يشوف هذا الفيديو. فريق فاز بكأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي وعلى الأهلي، مش على أي فريق، تكلم على كأس السوبر الإفريقي، وأطاح في كأس الكاف بنوادي عملاقة في أدوار مختلفة. هو لا يصنف، ومدربه اللي هو عبد الحق بن شيخة يصنف ضمن قائمة الأحسن المدربين الثلاثة، وقد يختار كونه أفضل مدرب خلال سنة 2023. هذا بارادوكس آخر وهذا تناقض آخر، لكن يبقى التناقض الأكبر هو رياض محرز الذي لم يختار حتى ضمن القائمة. أنا فهمت، أتصور بأنكم فهمتم، والذي لا يريد أن يفهم فأنا متأكد بأنه فهم لماذا لا يريد أن يفهم. ومن منطلق هذا الفهم أرجو منكم أن تفهموا جيدا بأن شؤون الكرة لم تعد كرة، نتكلم عليها عموما مش فقط في إفريقيا ولا في الجزائر ولا في تايوان ولا في الهند. كرة لم تعد مجرد كرة، يجب أن نفهم. والحرب دول، يوم لك ويوم عليك. وعندما تكون لديك القدرة على الاستثمار في قدراتك أو في وضع معين فليكن لك ذلك. وعندما يأتي دورك لا يجب أن ترحم أحدا، لأن رياض محرز لم يرحم، ولأن المنطق لم يرحم، ولأن الأخلاق لم تحترم، وإن القيم والمبادئ والمعايير أيضا لم تحترم في عالم يريدونه أن يكون عالم وحشي. في عالم رياضي يجب أن نتحلى فيه كلنا بما يسمى بالروح الرياضية. ولكن عندما يصل الأمر إلى هكذا فضيحة كبيرة جدا، ولا تضع بطل أوروبا وبطل إنجلترا وصاحب كأس إنجلترا وأفضل هداف وأفضل ممرر في قائمة ثلاثة المرشحين، واو، فلنقرأ على القيم والمبادئ. السلام عليكم.